حتى لو حرمنا الطعام ولو حرمنا الشراب ولو نمنا في الطرقات وفي الشوارع لن نقبل من حزب الله ولا من إيران ولا من النظام السوري أن يقدم أي شيء. هيدا النظام مع الحزب مع إيران هم من قتلوا أبنائنا وهم من انتهكوا أعراضنا وهم من حاربونا حرب الضروس، وحتى الآن عم يحاربونا عم يقاتلونا. قتلوا فجروا مساجدنا، قتلوا رؤساء وزرائنا، دمروا بلادنا كلياتها. اخر الشيء نحن بنكون بلا شرف وبلا نخوه وبلا ضمير وبلا دين وبلا اخلاق اذا بنقبل منه حبه رز. موجودين نحن جمعناهم لكن تفضلوا جمعناهم يتفضلوا ياخذوهم. نحن لن نقبل ابدا ان يقدم لنا احد من المساعدات وهو من تحت الطاوله عنده روايه دينيه عقائديه خسيسه قاتلت العرب منذ 2000 سنه حتى الان. ونحن كل بلادنا ومنطقتنا هيدي دفع الدم ضد حزب الله ودفع الدم ضد النظام السوري، مش لحتى هلا يدخلوا علي. ونحن ما بس نحن ضد حزب الله وضد كل من يتعاون مع حزب الله، لانه هذا مشروع خسيس، مشروع مدمر. نحن اليوم خايفين من الشذوذ وخايفين من المثليين. حزب الله واعوانهم اخطر بكثير عقائديا، وهذا الكلام يعلمه الجميع، يعلمه المسلم وغير المسلم. وهذا لبنان اليوم نحن عم نشوفه شو صار فيه. ما في منطقه عم تتفجر الا ما وراء حزب الله، ما في مرفع عم يدمر الا ما وراه حزب الله، ما في رئيس وزراء عم يقتل الا وراه حزب الله، ما في بلد من البلدان العربيه عم يصير فيها شيء الا وراه حزب الله. حزب الشيطان وحزب الكبتاجون، هذا حزب الحشيش، حزب المتعه، وهذا حزب. انتبهوا. فحذاري حذاري يا اهل طرابلس انه يدخلوا عليكم بحين غره بوقت انتم بعوز. انتم مسلمين والرزاق هو رب العالمين والحامي هو الله سبحانه وتعالى، وما حدا منكم يخاف ابدا.